السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معي في فيديو جديد. نتمنى إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم شنو حضرت في الفطور. فطائر اللي ديجا حضرت معكم في القناة، وكذلك غادي نشارك معكم طريقتي في الحوت بطريقة اللي هي صحية، يعني بدون قلي. الحوت عفوا في الفران، يعني بطريقة صحية، وكيجي لذيذ بزاف، زعما الصراحة كيجي لذيذ بزاف بزاف. ونتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الطريقه هذه اللي غنشارك معكم. بما ان رمضان، يعني من الاحسن ان الواحد كيتجنب المقليات في الزيت، فهم غير صحيين. كذلك غنشارك معكم هاد الفطائر اللي ديجا جربت معكم في القناه وكيجيو ساهلين بزاف، وكذلك غنشارك معكم ان شاء الله عصير. نتمنى ان شاء الله تتبعوا الفيديو حتى الاخير وما تبخلوش عليا كيف ما العاده بالتعليقات ديالكم اللي دائما كتشجعني، وكنشكركم بزاف بزاف. الهلا خطيكم عليا زعما الصراحه، التعليقات اللي دائما كترفع من مستوى وكتشجعني بزاف. شكرا بزاف. بالنسبه لبنات الحوت، عندي هذا الحوت هذا ديال الرايه اللي معروف في المغرب. انا كما كتشوفوا راني بديت كنشرملو. وبالنسبه للكروفيت، فانا هنا سلقته مع شويه ديال الورقه ديال سيد النموسه او ورق الغار. وبالنسبه عفوا الماء ديالو فما كتضيعوش، يعني كتستعملوه في شي شوربه فكيجي لذيذ بزاف. بالنسبه انا لهاد الحوت هذا ديال الرايه، فدرت فيه بالنسبه للعطريه يعني الشرموله، البزار، الملح وتحميره، خرقوم، الكمون، شويه ديال الحامض والقزبر والمعدنوس فقط. تقدروا تستعملوا كذلك واحد شويه ديال زيت العود، يعني زيت الزيتون، حتى هو كيجي زوين. واللي متوفر عنده العطريه ديال الحوت يستعمل منها شويه، اللي ما كانش راه كيكتفي غير بالعطريه العاديه. انا عندي هذا الراي هذا صراحه زوين بزاف. ما تصدقوش البنات كيفاش كيجي منين كيطيب، كيجي معلك. بالنسبه هنا لبنات الكالامار، فانا رقدته هنا في الحليب مخلط مع بيضه وشويه ديال الملح، شويه ديال الابزار، الملح والحليب، بيضه، شويه ديال الملح وشويه ديال الابزار. كترقدوه وكتخليوه حتى من بعد، ومن بعد كديروه في الدقيق، وكتعاودوا في هذا الخليط هذا ديال اللي كيكون ديال الحليب، وكتعاودوا في الدقيق وكتعاود تقليوه. بالنسبه لنا البطاطا فسلقتها نص سلقه، حتى هي ما غاديش نقليها، نص سلقه، ودرت لها العطريه ديال الملح، الابزار، القزبر، التحميره، او شويه ديال الكمون. هنا البنات كنحضر الشرموله ديال الفطائر. هنا راه صورت لكم من بعد ما درت الكفته يعني المقطع الثاني هو هذا، عاد غيجي المقطع اللي قبل من الكفته هو هذا هنا بالنسبه للشرموله، الحشو ديال الفطائر كنستعمل الخضار، وكنستعمل الكفته سواء ديال الدجاج او داند او الكفته ديال اللحم. صراحه كتجي زوينه بزاف بالخضار. وانا البنات بالنسبه للكروفيت، بعد ما تسلق وسقطرته مزيان، هنا درت له غير واحد شويه ديال العطريه، شويه ديال المليحه، شويه ديال الابزار، شويه ديال القزبر والمعدنوس، وكتصوطيوه هكا في شويه ديال الزبده. وهنا بالنسبه للبطاطس كما كتشوفوا راه درتها في واحد المقله باش ندخلها الفران، يعني ما قليناهاش، بما ان رمضان راه من الاحسن انكم تفاداو شي حاجه سميتها القلي، غير صحي بصفه نهائيه. هنا بالنسبه للفطائر اللي ديجا شاركت معكم في القناه، غير هنا غيرت لهم الطريقه، درتهم على شكل مثلثات كما كتشوفوا، كيجيو زوينين بزاف وكيجيو مختلفين وساهلين صراحه، غير بالعجينه ديال المسمن. غادي نخلي لكم الفيديو ديالهم في صندوق الوصف، وهما اصلا اخر تقريبا قبل من هذا الفيديو اللي نزلت، كيجيو رائعين جدا. تقدروا تقطعوا شكل مثلث، تقدروا تقطعوا شكل طولي، شكل مربع، اللي بغيتو يعني كيبقى اختياري. بهذا الشكل هذا وكيجيو ساهلين، ويعني كتوفروا عليكم الوقت. بهذه الطريقه هذه كتقرصوا المسمنه على شكل مسمنه بهذه الطريقه هذه مربع، ومن بعد كتطلقوها مزيان وكديروا فيها الحشو في الوسط،
تروليو الجنب على الجنب، الجنب الآخر على الجنب الآخر، كيعطيكم هاد الشكل هذا. من بعد ما دهنتهم بصفار البيض هنا، درت لهم شوية ديال الزنجلان وشوية ديال الحبة السوداء، اولا ديروا البافو اللي بغيتو. بالنسبة للبنات هنا العصير، فعندي الليمون من بعد ما قشرته كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا. عندي هنا حبات ديال المونغ، عندي كذلك الفريز، عندي هنا تقريبا واحد 3 الحبات ولا 4 ديال الخوخ، وعندي الاناناس. هنا بديت كنعصر الليمون ولقيته ناشف، يعني مفيش الماء بزاف، قلت مع راسي انني نقطعه بهذه الطريقه هذه ومن بعد غادي نصفيه. البنات هاد الفيديو هذا كندير له المونتاج في واحد الوقت متاخر جدا داكشي علاش كنهضر بواحد الصوت خفيف. كنتمنى تفهموني وتسمعوني ان شاء الله. هذا هو حال اليوتيوبرز، يعني في اي وقيته خاصها دير المونتاج. انا كما كتشوفوا البنات، من بعد ما طحنت هاد العصير هذا، حتى هاد العصير هذا بدون سكر، يعني بدون سكر طبيعي 100%. هنا من بعد ما طحنت هاد الليمون هذا بدون ماء، او تقدروا تضيفوا له واحد شويه ديال الماء باش كيتطحن لكم. انا كتصفيو مزيان من هاد القشور هادو اللي كيكونوا فيه، ضروري انكم تصفيو مزيان. هنا راه بدلت الصفايه لان ديك الصفايه ما كتخرجش ليا، يعني الصراحه العوينات ديالها صغارين. درت صفايه كبيره. هنا قطعت الحبه ديال المونغ، كذلك الاناناس. بالنسبه للاناناس ضروري انكم ديروا بوحدو مع الليمون باش كتصفيو، لان كيكون فيه شي خويطات ملي كتشربي كتحسي بهم هما طبيعيين، وانما الناس اللي ما كيبغوش داك الخويطات بحال كيصفيوه، يعني يديروا الاناناس بوحدو ويصفيوه، او اللي يديروا مع الليمون ويصفيوه. هذا هو العصير ديالنا جاهز، كيجي زوين بزاف وطبيعي وبدون سكر، وكيجي القوام ديالو خاطر على هذا الشكل هذا. صراحه كيجي زوين بزاف، يعني اصلا الفواكه اللي فيه اصلا زوينه بزاف، يعني بلا محتاجاش اننا نشكرها، يعني شاكره راسها. وهادو هما الفطائر ديالنا، كيجيو ساهلين، بعجينة المسمن فقط، والحشو كذلك ساهل، يعني فقط الخضار، شوية ديال الدجاج او الكفتة، او هذا هو الشكل ديالهم. كيجيو رقاقين، كيجيو مقرمشين، وكيجيو زوينين. وهذا الحوت ديالنا كيجي اكثر من رائع. ونصيحة الا بغيتو طيبوه في شي لاطه، هذه هي البطاطا ديالنا، من الاحسن انكم ديروا شي لاطه اللي ما كتلصقش، لانه منين كيطيب كيتعسل بحال كيتعسل، كتكون معلك ما شاء الله، ويقدر يلصق لكم في الطاوه، ولكن كيجي توب تو توب. انا كنكون وصلت معكم لنهايه ديال الفيديو ديالنا. الا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم، لي كومونتير ديالكم كما العاده. وشكرا لكم بزاف، والى اللقاء، الى فيديو اخر ان شاء الله. دمتم في رعايه الله.